السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان ميركاتو. مالا طبعا لحلقة الدوري الانجليزي او الحلقة الثالثة من الدوري الانجليزي، وبالتحديد الانتقالات اللي اتكلمنا عنها من بداية الميركاتو. وبما ان الدوريات على وشك البداية، فنقدر نقول انه هنتكلم او هنسلط الاضواء زي ما سلطناها قبل كده على 4 أندية من الكبار في انجلترا. في النهاية هنسلط الضوء على 3 آخرين، وهم نادي مانشستر سيتي ونادي توتنهام هوتسبير ونادي نيوكاسل يونايتد. ال3 أندية دول هيكونوا هم موضوع حلقتنا النهارده، لاننا كنا اتكلمنا طبعا عن نادي ارسنال ونادي مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي ونادي ليفربول الانجليزي، وبالتالي يتبقى معانا ال3 أندية دول اللي هنسلط عليهم الأضواء خلال حلقة النهاردة. وإن شاء الله بأمر الله ننتقل إلى محاور أخرى في انتقالات اللاعبين في دوريات أخرى إن شاء الله بأمر الله الفترة اللي جاية. بداية الأمر هنبدأ الكلام والحديث عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ألا وهو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، واللي أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وتحديدا الصفقات الكرواتية. صفقات كرواتية بامتياز أبرمها طبعا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن طريق احتياجات حددها المدير الفني الإسباني طبعا بيب جوارديولا، واللي اختصر صفقاته على عدد من اللاعبين. في النهاية هنقول إنه الصفقة الأولى كانت انضمام طبعا للاعب الدولي الكرواتي اللاعب ماتيو كوفاسيتش، لاعب نادي تشيلسي الانجليزي السابق ولاعب وسط طبعا ريال مدريد الاسبق. وفي النهاية انتقل الى نادي مانشستر سيتي الانجليزي في صفقة قدرت قيمتها ب 29.1 مليون يورو. ده بالنسبة للصفقة الأولى. طيب الصفقة الثانية كانت على صعيد خط الدفاع، وبرضه كانت صفقة كرواتية، وتحديدا من ألمانيا، وتحديدا من نادي ريد بول لايبزيج، اللي أصبح مصدر كبير من المصدرين للاعبين في الدوري الإنجليزي، وتحديدا اللاعب الكرواتي الدولي يوشكو جفارديول. اللاعب صاحب ال 22 سنة انضم لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية بالنسبة للمدافع، وتحديدا يعني كانت قدرت قيمتها ب 90 مليون يورو. مانشستر سيتي رحل عنه عدد من اللاعبين خلال الموسم الحالي، وطبعا استعدادا للموسم الجديد كان في عدد من الراحلين عن النادي، سواء في منهم اللي كان بيشارك مع الفريق بصفة منتظمة، وفي منهم اللي لم يشارك ولم يكن موجودا أصلا مع الفريق. فهنبدأ الكلام والحديث عن اللاعب الدولي الفنزويلي وقائد منتخب فنزويلا اللاعب يانجل هيريرا، واللي انتقل من نادي مانشستر سيتي إلى نادي جيرونا الإسباني في صفقة قدرت قيمتها ب5 مليون يورو. بالإضافة كمان إلى انتقال آخر، ألا وهو انتقال اللاعب طبعا الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة السعودي في صفقة قياسية قدرت بمبلغ 30 مليون يورو. بالإضافة كمان إلى رحيل قائد الفريق نادي أو قائد نادي مانشستر سيتي اللاعب الألماني اللاعب طبعا الكاي جوندوجان، واللي انتقل إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر. بالإضافة كمان إلى صفقة أخرى كانت على سبيل الانتقال الحر، وهي صفقة اللاعب الفرنسي بنجامين مندي، واللي انتقل إلى نادي لوريون الفرنسي على طبعا صعيد الانتقال الحر. إضافة كمان إلى رحيل اللاعب الأرجنتيني نهويل بوستس، اللاعب اللي انتقل إلى نادي تاليريس الأرجنتيني طبعا في صفقة لم يعلن عن أرقامها حتى الآن. الآن الدور على فريق نادي توتنهام هوتسبير، واللي أبرم صفقات عديدة خلال الموسم الحالي استعدادا طبعا
للموسم الجديد 2023-2024 والتعاقدات الكثيرة مع طبعا أندية مختلفة من أوروبا طبعا لتلبية احتياجات الفريق. بداية نادي توتنهام هوتسبير بدأ موسم الانتقالات بالتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت ب 46.3 مليون يورو. بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب بيدرو بورو من نادي سبورتنج لشبونة في صفقة قدرت قيمتها ب 40 مليون يورو. بالإضافة كمان إلى التعاقد مع اللاعب ديان كلوشيفسكي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 30 مليون يورو. بالإضافة إلى التعاقد طبعا مع اللاعب جويلمو فيكاريو من نادي إمبولي الإيطالي بصفقة قدرت قيمتها ب20 مليون يورو. بالإضافة إلى التعاقد طبعا مع اللاعب سولمون مانور سولمون اللاعب نادي شختار دونيتسك الأوكراني في صفقة انتقال حر. توتنهام الإنجليزي رحل عنه عدد من اللاعبين خلال الموسم الحالي برضو استعدادا طبعا لتواجدهم في أندية أخرى، وأول الراحلين عن نادي توتنهام هوتسبير كان اللاعب هاري وينغز. هاري وينغز لاعب نادي توتنهام انتقل بدوره إلى صفوف نادي ليستر سيتي اللي هيلعب الموسم القادم في الشامبيونشيب، وانتقل في صفقة قدرت قيمتها ب 11.6 مليون يورو. بالإضافة إلى انتهاء عقد اللاعب أو إنهاء عقد اللاعب لوكاس مورا اللاعب الدولي البرازيلي مع نادي توتنهام هوتسبير، واللي انتهى تعاقده مع النادي وبالتالي لم يجدد. بالإضافة كمان إلى انتهاء إعارة اللاعب طبعا الفرنسي الدولي كلومن لانجلي لاعب نادي برشلونة المعار لتوتنهام، تم إنهاء إعارته وعودته إلى ناديه. بالإضافة إلى إنهاء الإعارة مع اللاعب أرناؤوط دانجوما اللاعب الدولي الهولندي واللي كان معار إليهم من نادي فيريال الإسباني، واللي تعاقد حاليا مع نادي إيفرتون الإنجليزي.